وبتحكي بسرعة. ماما اجاها تليفون وصرخت ولبست بسرعة وركضت برا البيت بعيد عن أهله. في غربة ما بتعرف الرحمة. بتجيه مكالمة بتغير حياته، صراخ وخبر عن حادث وأسئلة ما إلها جواب. اللي صار مع هذا الشاب قصة مو عادية. هذا لغز كبير ولساته بلا حل. إذا عم تشوفني لأول مرة، أنا ماجد عيد وبحكي عن قصص، ولا تنسى القناة من اللايك والاشتراك. في الإمارات شاب عايش بعيد عن أهله. يوم عادي كتير بتجيه مكالمة من أخته، صوتها عم يبكي وبتحكي بسرعة. ماما اجاها تليفون وصرخت ولبست بسرعة وركضت برا البيت. بتقول بابا عامل حادث ودخلوه العناية المشددة. الولد انصدم وحاول يتصل بأمه وأخوه وأخته، وتليفونه انقفل وكل التليفونات انقفلت. واتصل برفيقه يلي موجود جنب أهله وقال له حاول تعرف شي عن أهلي لأنه أبوي عامل حادث كبير. رفيقه كمان حاول بس ما وصل لشي. بعد 5 ساعات من التوتر والخوف بيجي تليفون وبقول له بابا بخير ونحن كلنا في البيت بس اجره مكسورة. الولد ارتاح شوي وضل شي جواته ما مطمنه، وبعتوله صورة اجر المكسورة. ولما سأل أبوه عن السيارة قالوا له كمان السيارة اتكسرت وإحنا في البيت، وبعتوله صورة السيارة. والولد حس فيه شي غلط، صورة السيارة ما سيارتهم أصلا. وعدت الأيام وفجأة شاف صورة أخوه على الواتس إله بالبحر. هون الولد انصدم، يعني شلون أبوي عامل حادث وانتو بتقولوا بالبيت وبتطلعوا على البحر؟ ورجع للصور ودقق أكتر واكتشف إنه الصورتين لسيارتين مختلفات. ودخل على الإنترنت وبحث عن صور رجل مكسورة وانصدم إنه لقى نفس الصورة اللي بعتوله إياها. وما قدر يسكت وفتح فايند ماي فون وشاف موقع عيلته، وفعلا كانوا بالبحر مو بالبيت. والغريب إنه ولا واحد منهم قال إنه هذا مزح. تعتقد صار شيء أكبر من الحادث والعيلة عم تخبيه عنه لأنه بعيد وما بيقدر يجي؟ ولا في سر عائلي مخبينه وما بدهم إياه يوصل لإله؟ أو يمكن القصة كلها لعبة منهم بس ليش لهلا ما كشفوا الحقيقة؟ السر ما انكشف، بس كل الأدلة بتقول إنه في شيء أكبر من كذبة صغيرة. وإذا عجبك الفيديو لا تنسى القناة من اللايك والاشتراك واكتب لي رأيك في التعليقات، وسلام.